كانت بتتدخل في كل كبيرة وصغيرة، حتى لون فستان الخطوبة حاولت تفرضه عليها. ندى كانت بتعدي وتقول عادي، دي فرحة ابنها وحقها تفرح. بس المواقف كانت بتتراكم. من أول يوم في الشقة مامت كريم صممت إن العفش يكون على ذوقها. قالت أنا فاهمة أكتر، وبعدين بيت ابني مش ناقص حد يعلمه. ندى سكتت وقالت مش مشكلة، المهم نستقر. لكنها من جواها بدأت تحس إن القرار مش بيدها خالص. بعد الجواز بدأت ندى تكتشف عالم تاني، مفيش خصوصية، كل حاجة بتتحكي، من أول مصروف البيت لآخر خلاف بسيط بينها وبين كريم. مرة كانت ندى تعبانة وما قدرتش تطبخ، كريم جاب أكل جاهز. تاني يوم الصبح لقيت مامة كريم بتقولها لو مش قد المسؤولية يا ريت تبلغينا، ابني مش متعود على كده. ندى ابتلعت الغصة وكتمت دموعها. كريم نفسه كان بيحب ندى بس ضعيف قدام أهله، دايما بيحاول يرضيهم حتى لو على حساب مراته، وده كانت أكبر مشكلة. ندى بدأت تحس بالوحدة في بيت المفروض يكون بيتها. كل مرة تحاول تشرح لكريم يرد عليها ما تكبريش المواضيع، أمي نيتها خير وإنتي حساسة زيادة عن اللزوم. عدة شهور وزادت الخلافات. مامت كريم بدأت تدخل في كل حاجة. ليه ندى بتخرج من غير ما تستأذن؟ لبسها مش عاجبني، خليها تلبس زي باقي الستات المحترمات. انت مش شايف انك بتصرف عليها اكتر من اللازم؟ ندى كانت بتحس انها غريبة في بيتها وانها بتتقيم كل يوم كأنها تحت اختبار. كل حاجة تعملها لازم تاخد موافقة، وكل حاجة تتقال عنها لازم توصل لأهل جوزها. وفي لحظة كسر لما مامت كريم اتدخلت في شغل ندى وقالت الست اللي تحب بيتها ما تشتغلش وتسيب جوزها محتاجها. ندى قررت تاخد وقفة مع نفسها، راحت لأهلها حكت لهم كل حاجة. باباها وقف في صفها بس قالها الجواز مش سهل ولازم يكون في تفاهم، لكن مش على حساب كرامتك. ندى رجعت البيت وطلبت من كريم جلسة صريحة. قالت له بهدوء أنا بحبك بس مش قادرة أكمل، لو فضلت كل حاجة في حياتنا لازم تكون تحت رقابة. أنا مش جاية أخدك من أهلك، أنا جاية أكون شريكة حياتك بس مش خدامة ومش عروسة في مسابقة. كريم سكت لأول مرة وحس إنه فعلا مقصر. ابتدى يتكلم مع والدته ويطلب منها تسيب لهم خصوصيتهم، لكن الموقف اتأزم أكتر ومامت كريم زعلت جدا وابتدت تحرض باقي العيلة على ندى. وبين صراعات العيلة والمشاعر المتألمة ندى قررت تسيب البيت مؤقتا، مش لأنها مش عايزة كريم لكن لأنها عايزة تحافظ على نفسها قبل ما تنهار. كريم وقتها حس بالخسارة وقرر إنه يختار. بعد شهور من الحوار والمحاولات قدر